ده تاني مكان وصلنا فيه عند الشلالات. كده اول يوم لينا في ايسلندا، شفنا الفولكان وشفنا الشلالات، لسه في حاجات تانية حلوة كتير المفروض عايزين نروح نشوفها ان شاء الله. الدنيا هنا بتليل تقريبا على الساعة 3 والدنيا وبتبقى نور على الساعة 10:30 الصبح، فالوقت قليل جدا ان انت تقدر تعمل فيه كل حاجة. على الساعة 4 على الساعة 4 في مكان تاني رايحين نشوفه دلوقتي، خليكم معانا وان شاء الله المكان برضو هيعجبكم. سيبكم مع الشلالات ونوصل احنا على هناك ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي وصلنا في الجنوب خالص عند البلاك بيتش، حاجة من اكتر الحاجات المشهورة في ايسلندا. طيب الحوار دوت او المكان دوت ده في الجنوب، واحنا كنا شفنا الشلالات وكنا شفنا البركان، المكان بتاع البركان، كل الحاجات دي في الجنوب. كان لازم احنا نشوفهم في نفس اليوم عشان خاطر احنا هنتحرك بعد كده ناحية الشمال. الحاجات دي تحت مدينة اسمها ريكيافيك، او هي تحت تقريبا في جنوب ايسلندا، واحنا المكان اللي احنا مأجرين فيه مش تحت ريكيافيك، هو فوق ريكيافيك او كفلافيك. الاسامي طبعا صعبة مش سهلة ان اي حد ينطقها، فقلنا خلاص مش مشكلة حتى لو الدنيا هتليل هنيجي نشوف الموضوع ده، وبعد كده نتحرك بالليل بالراحة نوصل للمكان اللي هنبات فيه. ده تقريبا اكبر موج انا شفته في حياتي، والرملة كلها سودة عشان كده اسمه بلاك بيتش. الرملة سبحان الله سودة. ايوه بس يلا لسه. المهم المكان اللي هنبات فيه فوق لسه، يعني قدامنا 4 ساعات سفر، وربنا يستر ان شاء الله على الطريق. وقرينا دلوقتي للاسف ان هيبقى فيه زي عاصفة على الطريق او حاجة زي كده او رياح شديدة، فربنا يستر. ده تقريبا
صباح الخير يا جماعة. النهاردة تاني يوم في ايسلندا. دلوقتي الساعة 8:30 الصبح. طبعا امبارح وصلنا متأخر على المكان المفروض ننام فيه، فانا رايح دلوقتي عشان خاطر ادفع حاجة كده زي سيلف تشيك ان. ودلوقتي المفروض ان انا داخل على الريسبشن عشان خاطر ادفع قيمة الغطا والكلام ده كله، او الغطا والحوارات دي بتتأجر، فلازم اخش ان انا ادفع ثمنها. فهي دي الفكرة. طبعا هنا حذرونا دلوقتي الساعة 8:30، واخدين بالكم 8:30 الصبح. 8:30 الصبح. دفعنا. اكمل كلامي معاكم. ده رقم كام ده؟ لا لسه احنا هناك. طبعا مش عارف، بص شايفين الرياح عامله ازاي؟ هي بتزق العربيه لوحدها. دي سرعه الويند قدامي، شايفين؟ انا هحاول انزل اصورها لكم بعد ما اركن. ماشي، انا المفروض اركن جنب البيت هنا، هخشها بظهري وهحاول انا اوريكم الرياح. الشروق هنا على الساعة 10. يا نهار ابيض. بص هسيبها كده. انا دلوقتي عرفت ليه بيبقوا محتاجين تأمين على العربية ضد الرياح، ضد الكلام ده كله، لان الموضوع مرعب يا جماعة اقسم بالله. بصوا الرياح. انا هحاول اوريلكم سرعتها، هاخد لكم سكرين ريكورد كده. 41 كيلو. يا نهار اسود، ايه ده؟ بص قدام المخيم اللي احنا قاعدين فيه ده، ولا الكامب ده؟ الكامب حاجة صغيرة جدا، عبارة عن أوضة. بص اتفرجوا، مش باين. استنى اطلع لكم بره بس اغطي شعري وربنا يستر الباب ما يجريش مني. البنت في الريسبشن زي ما قلت لكم قالت لنا ان النهارده ريد فلاج. هي كانت خايفه تيجي الشغل، بس احنا جايين يعني نقضي وقت، فاتمنى من الله يعني الموضوع يعدي على خير وما يحصلش اي مشاكل. همشي بالراحه واحده واحده. في اماكن حلوه عايزين نشوفها، يا رب يا رب اقدر اشوفها واوريها لكم النهارده. دلوقتي نتوكل على الله واحده واحده. العربيه سخنت شويه، نقدر ان احنا نتحرك. لولو جاهزه؟ انا هنا. انت فين؟ جاهزه؟ ايوه. انت هتعملي ايه؟ No, it will fall alone. It's already have the system to make this heat. And as well by the back, look. I will make like that. And it's through. Yeah, this is what I threw just now. Yes, now I can see. Okay, توكلنا على الله. ده بيتنا. هنا في حمام ومطبخ وحنان.
بالك؟ No, it's totally empty. Imagine yesterday we're coming on this way. فصته. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. من المعلومات اللي عرفتها عن ايسلندا ان اكتر سرعه ممكن تجيبها على اي طريق هي 90، وان الغرامه بتاعتها ساعات بتوصل ل$1000. فلو ناوي تيجي ايسلندا كزياره ما انصحكش ان انت تجري خالص. غير كده الطريق زي ما انتم شايفين، اوعى تقف على جنب الطريق لان هو الطريق بالظبط حارتين، مفيش حاجه اللي هي يا نهار ابيض على الطريق. مش شايف حاجه؟ شايفين حاجه؟ لا مش قوي. انا منور اللمض بتاعت الفوق، وواحده واحده ربنا يستر ان شاء الله. قدامنا ساعه و50 دقيقه على المشوار اللي احنا عايزين نروح. دي ابعد نقطه المفروض هنشوفها، وهنبتدي نقرب خطوه في خطوه للاماكن اللي هي ايه الحلوه اللي احنا عايزين نبص عليها. برضه هفرجها لكم، فعشان كده تابع. بس بصوا الفوق عامل ازاي، مفيش اي حاجه باينه حرفيا. ده مش فوق، دي الرياح بتشيل التلج، فربنا يستر طبعا. حتى لما وصلنا نص الطريق لانهم قافلين الطريق ممنوع عشان خاطر الاحوال الجويه. غير ان انا عرفت ان اصلا في رحلات النهارده لايسلندا اتكنسلت كتير بسبب الجو. زي ما بقول لكم سرعه الرياح حاليا 47 كيلومتر في الساعه، فدي حاجه طبعا رهيبه. ما قدرتش ان انا اكمل الطريق بصراحه، كنت زعلان ان احنا رجعنا وما رحناش شفنا الاماكن دي، بس مفيش حاجه من السلامه. الحمد لله ان احنا ما كملناش معانا ورجعنا دلوقتي، حتى الفيو مش باين.
زي ما انتم شايفين كده للأسف شكل النهاردة الفيديو هيخلص على كده. احنا الفيو دي كلها حاجزين المكان ده مخصوص عشان خاطر ان احنا نقدر نشوف الشفق القطبي، ولكن للأسف مفيش أي شفق قطبي ظاهر. هو برضو حظ، يا تشوفه يا ما تشوفوش. فبكرة إن شاء الله آخر يوم لينا هنا في المكان. للأسف محلفناش الحظ، ولكن هنشوف حاجة تانية بكرة إن شاء الله. فأشوفكم بكرة على خير.